الخبير وسماح النهارده معايا ضيف مميز، ضيف عزيز عليا جدا. اسمه تامر فرج. تامر فرج ده فنان وسيناريست، واعتقد ان في هوايات تانية هنعرفها منه دلوقتي. مساء الخير يا تامر. اهلا بيكي، اهلا اخبارك بيكي. ايه؟ الحمد لله، قول لنا الحمد لله. سبع صنايع وكده وحاجات كده. اه والله، لا والبخت ضايع فعلا ده حقيقي، ان شاء الله، والله. يعني بص، ممكن تكون مرحله ان شاء الله وتعدي. يا رب يعني نأمل كلنا ذلك. نامل انها تبقى مرحله وتعدي. نأمل ذلك، نأمل ذلك. الحمد لله، ميرسي ان انت اعتبرتيني خبير. اه طبعا. ودي حاجة عظيمة يعني. طبعا. وهو هنحاول يعني نشوف ايه الخبرة اللي ممكن نديها النهارده. طيب هنتكلم مم. الأول عن الفن. أنت أصلا دارس فن، صح؟ دارس تمثيل؟ انا اصلا دراستي كانت تاريخ واثار في كلية سياحة وفنادق، قسم ارشاد فرنساوي. يعني انا في الاصل مرشد سياحي، امم. واشتغلت 15 سنة مرشد سياحي، وبعد كده اتجهت إلى الفن. وعلشان وأنا في الجامعة كنت رئيس فريق التمثيل، وممثل، خدت جايزة ممثل أول جامعة. ولما اتخرجت كنت حابب إن أنا أدرس حاجة في الفن، ولكن ما تكونش تمثيل، لأن أنا عندي مشكلة مع دراسة التمثيل، لأن التمثيل بالنسبة لي لا يدرس. التمثيل هو تدريب وليس دراسة. يعني دراسة وتتدرب هو يعني. الكلام ده هيزعل بعض الناس. لا، فكرة ان انا اه. بدرس مناهج، امم. تمثيل، اي حاجة فيها شعور، فيها احاسيس، الكلام ده كله هي حاجة ابستريت جدا، يعني مش ملموسة، ما تقدريش امم. تلمسيها. وقت ما انا اعملها عايز ادرسها لازم احطها في منهج، يعني اذا بحولها لكونكريت، لحاجة ازاي؟ ملموسة. اه. واخده بالك؟ فده بيفقدها قيمتها بالنسبة لي. ده وجهة نظري البحتة، يعني مش اه. شرط انه يكون ده حقيقي، اه. لكن دي وجهة نظري البحتة. فعشان كده ما حبيتش ان انا ادرس التمثيل، عملت دبلومة سيناريو وإخراج سينمائي مم. سنة 98. تمام. ده كان في قصر ثقافة السينما، كان ساعتها بيعملوا دبلومات دراسات حرة، وكنت لسه من الدفعات الأولى. فيعني حالفني الحظ إن أنا درس لي يعني فطاحل المجال، امم. يعني أستاذ سمير سيف الله يرحمه في الإخراج، الله يرحمه. أستاذ محمود أبو زيد في السيناريو، سعيد شيمي، أستاذ سعيد شيمي تصوير. ده فطحلة انت يعني، متخيله انا فطحلة خدت كلهم وش يعني. القفص على اه. اه. طول في وش القفص على طول. فعشان كده كان بالنسبه لي دبلومه ثريه جدا، وما كانش عندي اي فكره ان انا هستخدمها في يوم من الايام، وفي يوم من الايام انا هبقى سيناريست او حاجه. انا كنت بس عايز ابقى لما ابقى ممثل ابقى ممثل فاهم، اه. فاهم ايه اللي بيدور حواليا، عارف يعني ايه عدسات، يعني ايه كاميرا، يعني ايه اضاءه، يعني. فالحمد لله ربنا وفقني في الحته دي جدا، وحطيت الدبلومه دي على جنب، امم. وكملت شغلي كمرشد سياحي 15 سنه. ولما فكرت بقى ان انا اعمل الشيفت كارير ده، او ان انا اتحول بالشغل بتاعي من السياحه واخش المجال الفني، احقق بقى الحلم التاني اللي انا، يعني انا حققت حلمي الاولاني ان انا اكون اه. مرشد سياحي، ده كان حلمي الاولاني. فحققته الحمد لله، وعملت اللي عليا فيه، ووصلت الى حاجه كويسه جدا. فقلت خلاص كفايه عليك بقى كده، نشوف بقى الحلم الجديد، امم. ان هو اكون في الفن كممثل. فساعتها دخلت باب او الفن من باب الستاند اب كوميدي. اه. ده كان فن لسه مش معروف ومش موجود في مصر خالص. كتير، كانش حد بيسمع عنه قوي يعني. وانا اتعرفت عليه من خلال السياحه. يعني ده، يعني الحلم ده هو اللي ودى للحلم ده، هو اللي ودى للحلم ده، وهكذا. ان انا كان الناس الفرنساويين اللي معايا بيقولوا لي: تامر انت بتشرحش، انت بتعمل شو، انت عارف اللي بتعمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستاند اب كوميدي. قلت لهم: طيب. يعني ايه بقى ستاند اب كوميدي؟ انا من غير ما اقطع بس كلامك، اه. لان الحتة دي بالنسبة لي مهمة جدا. امم. حتة السياحة، لأن أنا يعني بعشق موضوع السياحة في اه. مصر. فأنت دلوقتي كنت مرشد سياحي، وكنت ايوه. بتروح حتت في مصر رائعة، وكنت بتشرح للناس في السياح اللي بيجوا مصر، وأنت بتقول كانوا فرنساويين لأن أنت اه، كنت بتتكلم فرنساوي. بالظبط. طيب إيه اللي خلاك أساسا تفكر تسيب أساسا السياحة، ولا يعني؟ بصي، انا سبت وبعدين إحنا السياحه. معلومات الناس بره عن السياحة قليلة جدا عن اللي عندنا، اه، ووضعنا بره صعب جدا. انا سبت السياحه قبل ما الوضع يبقى صعب. يعني انا سبت السياحه يعتبر في عزها، كان في 2009، اه. 2009 2010 حاجه كده. فالفكره كلها انه انا زي ما تقولي بقيت
ساتوريتد، بقيت خلاص مشحون، عملت كل حاجه، خلاص وصلت لاعلى حاجه، مفيش طموح تاني هتقدري تعمليه. وانا انسان يعني بطبيعتي بحب الطموح، بحب التقدم، فانا وصلت لسقف الشغلانه. اه الحمد لله اسمي كان من اهم مثلا 10 مرشدين فرنساوي في مصر. كان بتيجي ما شاء الله. فايلات او يعني سياح على اسمي علشان يجوا، لا عايزين تامر فرج ولا يكون معاهم، لان المجموعه دي مهمه او كده. وعملت الفلوس اللي انا عايزها، وعملت كل حاجه. وبعدين بنظرتي برضو وبالخبره امم في الخبير، اكيد. كنت حاسس ان الموضوع بينزل امم مش بيطلع. مثلا انا كمرشد سياحي كان عندي ساعتها حاجه و30 سنه، هفضل كده لامتى وانا شايل شنطتي على ظهري صحيح. ورايح جاي رايح جاي؟ اه وبعدين وبتتحرك مع، ممكن تقعد طول اليوم ماشي. وهيبقى عندي 70 80 سنه وافضل مرشد سياحي، واخد انزل على مركب على نايل كروز زي اللي لسه متخرج عنده 21 22 سنه. احنا الاثنين بنفس خلاص كاتيجوري، احنا الاثنين اه هناخد، ده هياخد مجموعه مثلا 30 زبون، وده انا هاخد مجموعه هي. امم فما فيش، مش هبقى رئيس المرشدين، ما اه فيش تدرج، ما فيش حاجه. فخلاص انا كده اعتبر حققت اللي انا عايزه من هذا الحلم وخلاص. فلازم ساعتها بقى كان لازم اعمل وقفه مع نفسي، ودي حاجه كانت صعبه جدا، ان السياحه يعني مخدر لو خدتها بتتعود عليها ما بتقدرش تبطلها. ايوه نعرف. فكان لازم اعمل وقفه، ان هو لا، لازم اروح اعمل حاجه تانية، الاقي فيها طموح تاني، احقق نفسي تاني، حتى لو سني كان كبر والناس كانت مستغربه قوي، انت ان انت ازاي؟ واخد بقى داخل في سكة اه بقى سيناريو وتمثيل بالظبط. لا وعشان كده، فعشان كده بقول دايما الموضوع ملوش سن، مفيش حاجه اسمها ما تقفش قدام حاجز السن ده تماما. ما تقفش قدام انه الظروف بتاعتك هي اللي تتحكم فيك، انه لا خلاص خليني في اللي انا فيه، لا ما فيش واللي حاجة. ما هم نعرفه احسن ما اللي نعرفوش. بيفكروا بالشكل ده هم اللي بيجربوا حاجات جديدة وبيعيشوا بالظبط حياتهم بطريقة مختلفة. بالظبط حتى لو كده. ما وصلش اللي هو عايز يوصل له قوي، بيبقى اه على الأقل جرب وحاول على الاقل جرب. ونفذ. اللي هو بالظبط عايزه. كده. يعني اقول لك حاجه، امم انا لما نقلت من الكارير بتاع السياحه الى كارير الفن، كان طبعا في فتره انتقاليه كده انا محتاج فيها اشتغل عشان اعرف اصرف على نفسي. ما لغاية لما هو تمثل. لغايه لما ابتدي ان انا اخش في المجال حتى بتاع الفن ككتابه او كتمثيل او حاجه. اه فالفتره دي انا رحت عملت ايه؟ اشتغلت في كول سنتر باللغه الفرنسيه بتاعتي وانا عندي 35 سنه. بقت اللي بتمتحني المديره بتاعتي اصغر مني في السن، امم وبتقول لي هو حضرتك هتشتغل معانا ايجنت ولا تيم ليدر؟ اصل احنا ما عندناش وظيفه تيم ليدر. قلت لها انا مش عايز تيم ليدر، انا داخل كارير جديد اجربه واخده من الاول زي ما هو بقى. فعلا حضرتك تشتغل مع واشتغلت 3 شهور مثلا، كنت بحقق اعلى تارجت، محقق اعلى كواليتي كنترول، يعني عامل حاجه كويسه جدا. ومع ذلك قلت لا خلاص كفايه كده، انا جربت ده، وده يعني هياخد وقت مني كتير ان انا اه اقدر اشتغل في المجال الفني ده. لا فخلاص كفايه على كده. فدايما جرب، دايما حاول شوف اي مجالات جديده وجرب فيها، واوعى تقول لا انا سني كذا، لا انا اتكسف، لا انا اعمل، انا بتاع. ابدا دايما من الصفر في اي وقت. هايل. دخلت ده التمثيل ازاي بقى؟ دخلت التمثيل عن طريق ان انا سافرت فرنسا. طبعا السياح الفرنسيين زي ما قلت لك عرفوني بالستاند اب كوميدي، وايه هو الستاند اب كوميدي، امم بيجيبوا لي فيديوهات لنجوم الستاند اب كوميدي في فرنسا وكده. فانا لما سافرت فرنسا كان في واحد من الممثلين او النجوم الفرنساويين من اصل مغربي، هو اسمه جمال دبوز. كان بيعمل عنده مسرح هناك، وبيعمل حاجه اسمها جمال كوميدي كلاب. امم كلاب كوميدي، بيعرض فيه الستاند اب بتاعه وبتاع الناس اللي معاه، وبيبقى فيه زي ورشه بتفهمي منها يعني ايه ستاند اب كوميدي. فرحت درست ستاند اب كوميدي. اول ستاند اب كوميدي بتاعي عملته كان في فرنسا في مسرح بون نوفيل في باريس امم بالفرنساوي. فرجعت قلت انا عايز اعمل ده في مصر، عايز ادخل الفكر ده في مصر، ان الناس تقدر انها تنزل تشتري تذاكر عشان تتفرج على واحد واقف على المسرح. اه فلقيت اوريدي جورج عزمي الله يمسيه بالخير بقى بدأ الموضوع دوت، وقال وابتدى ان هو في وسط الحفلات يطلع، وابتدت الناس تعرف يعني ايه ستاند اب كوميدي. ابتدينا مع بعض بقى انا وهو وعلي قنديل والرعيل الاول للستاند اب كوميدي. اه عملنا ستاند اب كوميدي، عملنا حفلات حلوه جدا سنه 2010 كانت هايله. وبعد كده للاسف بقى جت الثوره، جت الحاجات دي، وقف الموضوع شويه. وبعدين استضافوني في 2012 في برنامج الليله مع هاني، مع هاني رمزي، كان بيعمل اه برنامج توك شو. فاستضافوني كراجل بتاع ستاند اب كوميدي، تعالى اعمل النمرتين بتوعك يعني.
فرحت عملت شويتين بتوعي وبتاع. فالمنتج قال لي تعالى هنا، هو مين اللي بيكتب لك الكلام ده؟ قلت له انا اللي بكتبه. قال لي لا تعالى اكتب. فهنا دخلت مجال الكتابه. الكتابة ابتديت ما قلت ما انا اساسا دارس دارسها سيناريو، بالظبط. طب ما انا اشتغل فعلا كده. اه فابتديت بقى عملت الليله مع هاني، عملت ابو حفيظه، عملت ما فيش مشكله خالص مع استاذ محمد صبحي، برنامج استاذ محمد صبحي، عملت سطوحه مع صلاح عبد الله، هلا فاخر. ابتديت عملت سلسله برامج، ما شاء وعملت الله. يوميات زوجه مفروسه الجزء الاولاني. وابتديت دخلت هنا في مجال الكتابه، ومن الكتابه ابتديت اخش التمثيل عن طريق اللي انا كنت بكتبه في ابو حفيظه بمثله. اه فابتدت ناس تشوفني. طلعت مع استاذ محمد صبحي في مسرحيه من المسرحيات اللي احنا كتبناها في البرنامج بتاعه بتاع ما فيش مشكله خالص. ابتدت الناس تشوف ايه ده ممثل، ومن هنا ابتدت اتخذ لممثل. فحلم خد حلم خد حلم للحلم وهكذا. عشان انت بتتابع وبتسعى اه وبتجرب وبتعمل، فده جاب ده. لان في بالظبط. لو حد تاني كان ممكن قاعد في البيت وما عملش اي حاجه اصلا. وبغني بقى دلوقتي. لا ما انت اه والله. بتهزر. اه والله مع اسمع. التمثيل بقى طب اسمع خلانا. بقى. ما انا بغني فرنساوي. لا غني فرنساوي، عايز اسمع ماليش دعوه. دي لا تبقى عندي دي مختلفه. اي حته. لا والله. فانا لما اتشهرت كممثل وبتاع وكلام كده، فجيت في حفله ومعروف ان انا بتكلم فرنساوي وبتاع، فالمركز الثقافي الفرنسي عامل حفله، تمام، فرحت مغني. رحت ابتدى ايه ده، راحوا عاملين لي حفله تانية في لا بتهزر. والله في مكتبه اسكندريه، تمام. فهكذا الموضوع. طب غني بقى يعني. الموضوع جه لا كده. تامر لازم تغني شويه، ماليش دعوه. ما هو اتصرف. ما هو ما حدش هيفهم. طب اللي مش انا مهم. لا في هتحطي ناس سب هتتفرج. تايتل؟ على فكره في ناس بتفهم. هتحطي سب تايتل؟ هحاول. بس لازم اسمع صوتك، ما انت هتقول لي بغني وهسيبك. طيب اغني ايه؟ اقول لك مثلا Toi tu m'as donné tout sourire de femme, des larmes sucrées. هتيجي. انا بس المشكله ان انا ببقى مش محضر فبنسى الكلام. ايوه طبعا، عشان ايوه لسه ايوه انت لسه عامله جديد موضوع ايوه, الغنى، أيوة. مش كده؟ Des larmes sucrées que je toi tu m'as donné tout sourire de femme, des larmes sucrées que je n'oublie pas. Avec toi j'ai eu des années-lumière, des châteaux de sable et des feux de joie. Pour toutes ces raisons je t'aime. حاجة كده في البسيط يعني. كده سبع صنايع بجد بقى. يعني كده انت بنحاول. دخلت في حته سبع صنايع بجد آه. يعني. ما هو بصي انا دايما بنصح الشباب لما ببقى في اي ملتقى فيه شباب، يا جماعة اوعى ان انت تحلم حلم وتحاول تحققه، ده غلط. يعني ايه؟ هتقعد على القهوة لو ما حققتوش. ما تحلمش حلم واحد، احلم 4، احلم 5. احلم، شوف امكانياتك كلها ايه وحاول ان انت تعملها، وروح ناحية الحلم المنور اللي تقدر ان انت تعمله اسهل من الباقيين. يعني انا مثلا كنت بحلم ان انا ابقى مرشد سياحي، ابقى ممثل واغني واعمل وبتاع، بس ايه الحلم السهل المنور دلوقتي. اللي باين؟ هعمل دراستي في الجامعة، اخلص الدراسة بتاعتي، اخد الترخيص بتاع الارشاد، اشتغل مرشد سياحي، يبقى هو ده اللي اشتغل فيه الاول. عملت ده جاب ده جاب ده. دخلت دلوقتي التمثيل. مم. يعني لما جه قال لك بقى تكتب وتعمل، انت من بدأ يجي لك الكتابة ادوار بقى. جيل التمثيل بالظبط كده. جالك بقى اول دور تمثيلي ازاي؟ اول دور خالص كان اولا مش كوميدي تماما، يعني رغم ان انا طالع من عباءة كوميدية طبعا. يعني. كان في خطوات الشيطان، تمام. كان المخرج محمد شاكر خضير، هو صاحب وائل اخويا طبعا، فقال له مش محمد شعره منكوش كده؟ كان زمان، يمكن ما انا فاكراه اعرفش من زمان. دلوقتي. ده كان زمان، مش عارف دلوقتي ايه الاخبار. فقال له عندي دور صغير كده ومش عارف. قال له، قلت له مش مهم. كان دور واحد، انا بقى اللي كان ساعتها شعري طويل. انا كنت مطول شعري فتره ما كنت في الكتابه وكده، كنت مطول شعري وبعمل كوتشفال وحاجات كده. فجيت بقى فكيت شعري ده وهيشته كده، وكان مطلعني مزور باسبورات يعني يمشي وبتاع معاك، وحاجات يمشي كده. الدور. حاجه صغننه خالص كده. ف تامر محسن شاف الحته دي،
وكان شايف الحاجات الكوميدي قبل كده، وكنا بنتقابل يعني انا واستاذ تامر محسن مثلا، احنا اصحاب بقالنا فتره طويله، مثلا قولي كان 3 4 سنين ساعتها كنا نعرف بعض من تامر محسن خريج الكليه اه بتاعتي، فنون والله جميله. اه بالظبط. ف احنا اصحاب. كصحوبه كمعرفه مع وائل، ان وائل كان بيمنتج له، فكل ما اقابله يقول لي انت جميل جدا، عايزين نشتغل مع بعض ان شاء الله، ولا ده نفسي اشتغل مع حضرتك ومش عارف ايه وبتاع. عمل بدون ذكر اسماء ما جتش، انت جميل عايزين نشتغل، احنا عايزين نشتغل مش عارف ايه، راح عمل زي هبوط حر باين ولا مش عارف كان ايه، ما جتش بقى مش عارف ايه، وكذا كذا مسلسل. فقلت فين بقى، لقيته راح لقيتني في هذا المساء، لانه هو عنده رؤية. تامر محسن لما بيشوفك بيعرف انت شخص كويس، عندك امكانيات كويسة، حطك في دماغه، ده حقيقي، اعرفي ان ده انت حقيقي. ما لا لا، هو طلعتيش من هو دماغه، عنده بس مش هيطلعك في الشكل اللي انت متعوده تطلعي بيه. هو هيطلعك في حاجه لما يستنى يلاقيك انت. لغايه لما يشوف حاجه يطلعك بشكل مختلف. امم وفعلا كان في هذا المساء دور مختلف عني تماما، واحد خجول جدا وبتاع، انا لا خجول ولا بتاع بقى، انت ايوه ايوه. فاهمه بقى، فاهمه. واحد خجول جدا وراجل مش عارف ايه وبتاع، ومش كوميدي خالص برضو. تمام. فدي يمكن كانت اول حاجه اشتغلت فيها بقى في انت التمثيل. عارف مين كان ابنك في المسلسل؟ كان حمزه ابنك. حمزة ابني. ايوه، لان هو عمل المسلسل ده مع تامر، وتامر ما يعرفش انه ابني. اه ف كاست يعني، اللي هو عمل ايوه كاستنج الولد ودخل. وعلى عادي فكرة جدا. كان بقى عمل حاجات تانية برضو، ما كملش بس في التمثيل اهو. يلا دخل في حتة تانية اهو. خلاص بقى، خليه بقى في مستقبله هو اللي يختار، اهم حاجة ده حقيقي. هو اللي يختار. دخلت بعد كده تحت السيطرة، كان اول دور بالنسبة لك يكون امم دور في بقى هذا دور. المساء ده كان دور قوي بقى. اه كان قبل كده يمكن في حاجات بسيطة كده بعملها. أنا اشتغلت وأنا في السياحة من وقت للتاني، كنت باجي مثلا بعمل، يمكن الناس ما تعرفش الحكاية دي، كان في الإذاعة، كنت في البرنامج الأوروبي بعمل مع دكتور خالد حبيب حاجة اسمها ذا بيرفكت كرايم بالإنجليزي، وعملنا بعد كده باتاجونيا، عملناه برضه بالإنجليش، بعد كده عملناه بالعربي في التلفزيون في النايل تي في. يعني كنت بلقط حاجات كده مع أصحابي، اه. فاهمة. لكن احترافيا بقى لما قررت ان انا اسيب السياحه واشتغل، كان ده اول الشغل بتاعي. وطبعا بقى استاذ سامح عبد العزيز عملنا مع بعض يعني كذا حاجه، منهم الحاجات اللي يعني يمكن علمت قوي مع الناس، زي الشاعر الجاهلي في فيفا قطاطا. امم تمام. كان بيقول بخن بخن ومش عارف ايه، والناس حتى في الشارع بتقولها لي لغايه دلوقتي. فكان حاجات بسيطه كده، بس الطريق ابتدى فعلا من اول هذا المساء يعني. طيب امتى قلت ان انا التمثيل بالنسبة لي دلوقتي انا امم يعني مش لاقي نفسك فيه؟ لانه دلوقتي ناس كتير ما بتشتغلش ده في حقيقي. مجالاتها، امم يعني مش بس تمثيل، يعني اه تمثيل، اعلام، يعني ناس كتير دلوقتي ما بتشتغلش. بالظبط. ايه السبب في الناس دي ما بتشتغلش؟ بصي، هو يمكن اقول انه السبب انه المنتج اتغير، المستهلك لهذا المنتج اتغير، والمنتج لهذا المنتج فكره اتغير برضه. بمعنى زمان الناس كانت بتشوف الممثل كويس ولا مش كويس. اه طبعا. تمام. لو كويس بيكمل، لو مش كويس الناس بتلفظه بطبيعة صحيح. الحال. دلوقتي العبرة ليست تماما بقدرة الممثل على أداء أدوار، أو كيفية أدائه لهذه الأدوار. الحاجة العبرة كلها هو بيبيع ولا ما بيبيعش، بيجي إعلانات ولا لا. أصبح في الإعلان هو المتحكم، سواء في الإعلام ايوه. أو في التمثيل كذلك. كمان المعلن هو دلوقتي اللي بيقول أنا عايز فلان الفلاني، واخده اه بالك، بس هو انت اللي يبقى انت نجم. انت يعني الناس هتعرف ازاي ان يعني المنتج او اللي بيجيب اعلان ده اه هيعرف ازاي انه يجيب اعلان وهو اساسا حطك في البيت؟ علشان لا، ما هو لما يجي واحد يضرب يعمل ترند، احنا دلوقتي بنبحث عن الترند. اه، فكل واحد بيدور على اللي هو اوريدي خلاص، اللي عمل ترند اللي هو يشتغل، الناس فاهمة. بتتكلم عليه ايا كان هتجيبه. اتكلم عليه وحش او حلو، اه بغض فاهمة، النظر. بغض النظر، اه لانه دلوقتي هو الترند هو اللي حاكمنا. وهو اللي حاكم عقلية الناس، وهو اللي حاكم عقلية المنتجين، وهو اللي بيحاكم كل حاجة. فالشخص الترند سواء اتكلم عليه حلو او اتكلم، عشان كده في ممثلين وفي ناس كتير بتتعمد ان يطلع عليها كلام وحش او يتقال عليه اشاعات وحش،
علشان مهم يبقى فيه جلبة، يبقى فيه لغط، يبقى اللي دايما هو انا فيه موجود اهو. كلام عليه، تمام، ده اللي بيشغله. تمام، عدد الفولورز بتاعه يزيد. دلوقتي نفس الحكايه، انت مش مهم تكون بتمثل كويس ولا لا، المهم انت عندك كام فولورز، لان الفولورز ده هو اللي هيساعدني في ان انا اعلن عن المنتج بتاعي. لما هجيب فلان يبقى اذا انا هجيب قاعده عريضه تشوف المنتج بتاعي لما اجي اعلنه في وسط المسلسل. فاهمه؟ فالمعايير كلها اختلفت، المعايير كلها ما بقتش واحده. بس مش معقولة الذوق بقى كله كده يعني، ما هو برضو، ما هو انا في حاجات كتير انا بشوفها ما لا، بتفرجش هي عليها. ملهاش دعوه بذوق الجمهور، ملهاش دعوه بذوق الجمهور، لان الجمهور متذوق جدا جدا، وعارف جدا جدا الصح من الغلط والطيب من الخبيث. اه واخد بالك؟ الموضوع ملوش علاقه بالجمهور، هو الموضوع له علاقه بارقام. فاهمه؟ انا الارقام المشاهدات عندي اهي، ارقام بس ده في ناس الترند عندي اهو. بتطلع فوق من ناس هايفة وتافهة يعني. وايه المهم وايه المشكله؟ ما هو انا مش ده اللي بدور عليه. بصي، احنا كان زمان عندنا صناعه، بمعنى ان انا بعمل منتج للجمهور، المنتج ده بيبقى ليه ادوات، تمام، اللي هو الممثل، اللي هو المخرج، اللي هو المؤلف، تمام. الادوات دي انا بكتشفها كمواد خام، انا كمنتج اه بكتشفها كمواد خام، وبلورها واكبرها واعمل منها اسماء. فاهمه؟ فتعمل لي عمل نضيف كويس اديه للجمهور. كانت صناعه بتجيبي ماده خام وبتظبطيها وبتعملي بالماده الخام دي منتج حلو وبتقدميه للناس بسعر معين. تمام، صناعه. دلوقتي الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي تجاره. اه تمام، ده بيجيب كام فاجيبه فيجيب لي كام هو كمان، بالظبط. بس. فهو ده اللي حاكم الموضوع كله. بس دوام الحال من محل، ما اعتقدش ان ده ممكن يستمر بالشكل ده، لان احنا الفن ما بينزل خلي بالك انه ده مش عندنا في مصر فقط، ده مش عندنا في مصر فقط، ده اللي احنا لازم نفهمه، انه العالم كله بيتطور نحو الهاوية. العالم كله بيتطور ولكن نحو الهاوية. خلاص. فاهمة؟ فاللي حاصل عندنا ده حاصل في بلاد تانية كتير، في مجالات أخرى كتير. دلوقتي الرأسمالية هي اللي حاكمة العالم. أنا عايز كام بس، في مقابل إيه مش مهم، السلع عامله ازاي مش مهم. حضرتك دلوقتي هتلاقي مثلا انا عندي عربيه، تمام، العربيه بتاعتي موديل 2010، تمام، عربيه رائعه ومستحمله جدا من 2010، تمام، ومعروف عنها انها عربيه كويسه جدا. وقف تصنيعها بقالها سنين، ما بتتعملش دلوقتي. ما بتتعملش ليه؟ عشان هي عربيه معمره. هم انا عايزين حاجة استهلاك سريع، بالظبط، فبسرعة دي عشان اقدر تروح ان انا فانا ابيع اجددها بالسنه اكتر. الجايه، انزل الموديل الجديد، انزل مش عارف ايه، هكذا، فاكسب اكتر فاكسب اكتر اكسب أكتر. كذلك الموبايلات، صح. هتلاقي انه الموبايلات عماله كل شويه يطلع حاجه جديده تحط فيها حته. وانا يعني ما كنتش عارف ان انا احط الكاميرا دي والبتاع ده في اول موبايل عملته. لا، ايوه، هو كل حاجه معروفه، بس لا، لازم انزل دي الاول، فيرجن دي الاول، بعدين الفيرجن دي، وبعدين الفيرجن، عشان عشان يوصل يبقى 100,000 راس التليفون. المال، راس المال. فالموضوع كله انه تحكم راس المال بقى يبوظ مجالات كتير، مش بس في الفن او في الاعلام او في، لا في حاجات كتيره جدا. طيب ايه اللي خلاك تفكر في بودكاست؟ علشان انا محتاج ان اكون متواجد، لانه خلي بالك من ضمن المآسي اللي عندنا في الفن انه الفنان زي ما بقولك ما بيعرضش نفسه او ما بيسوقش لنفسه عن طريق اعماله. يعني انا كنت معتقد كده، وانا كنت حابب كده ان انا اعمالي هي اللي تتكلم بالظبط. عني، فالناس تجيبني عشان انا شغلي كويس، او ما تجيبنيش عشان شغلي وحش. لكن دلوقتي اصبح انه الفنان لازم يبقى PR، public relations، علاقات عامة. العلاقات العامة أهم من إن أنت تكون ممثل كويس أو لأ. العلاقات العامة بمعنى إيه؟ إن أنت بتكون متواجد بشكل كبير، الناس بتشوفك كتير فتيجي في دماغهم. ودي مش حاجة غلط. يعني أنا أقولك على حاجة، فتجربة شخصية أنا اتحطيت فيها، إنه أنا كنت بألف عمل، فلما بيجي يقولوا لي ترشح مين في الدور ده، ثقب اسود بيحصل في دماغي، مع ان اصحابي كلهم فنانين وممثلين، ممكن اقول ده وده وده، بس ما بفتكرش. بتفتكري مين؟ لما تشوفه الشخص قدامك. اللي كان لسه معاكي امبارح،
اللي كان لسه مكلمك في التليفون وانت داخله، اللي شفتي بوست عنه وانت تمام، فلازم اكون متواجد لان كمان دلوقتي كتروا قوي، فكل حاجات كترت قوي، جدا، فانت بتشوف ناس كتير والاعمال قوي، بتقل، فدي ممكن بالظبط. فاهمه؟ فيبقى دلوقتي مين اللي هيجي في دماغي؟ اللي في دماغي اللي متواجد بكثره. انا للاسف راجل بيتوتي جدا، تمام، ما بقدرش ان انا اتواجد في الحفلات والاماكن اللي بيتواجد فيها صناع العمل ومش عارف اهلا ايه. وسهلا. اهلا بيك. اصل انا كمان ما انت عارفه. ما اهلا انت وسهلا. عارفه، كنا جيران، فانت عارفه كويس يعني. فاعمل ايه؟ وما هو يا اما تكون متواجد بصفه شخصيه جسمانيا موجود قدام الناس شايفينك، لانه خلي بالك هو برضو معذورين. ما هو انا دلوقتي انا بشوف تامر النهارده، بشوف تامر بكره، بشوف تامر الاسبوع اللي جاي، بس انا كل ده ما عنديش شغل. انا جالي شغل النهارده، تامر موجود هشوفه، تامر. هاخد تامر. تامر مش موجود خلاص مش هشوفه، مش هيبقى، هاخد مش اللي هاخده، موجود. هاخد اللي موجود قصادي، فاهمه؟ فيا اما تبقى موجود جسمانيا، يا اما تبقى موجود فيرتشوال، بمعنى ان انت ليك تواجد على السوشيال ميديا. انا مش بتاع سوشيال ميديا، انا راجل اولد سكول جدا جدا، ما بعرفش ان انا اطلع تيك توك واعمل ليبسينج مش عارف لا لا ايه لا والحاجات اللي دي مش ما تناسبني. يعني الناس مش هتقتنع بيا لو شافوني بالشكل ده، مش هيقتنعوا بيا، فاهمه؟ فاصبح ما قداميش غير ان انا احاول ان انا اتواجد بطريقه الاكثر احتراما اللي تتناسب معايا، وهي البودكاست. لانه برضو احنا مش هنعمل بودكاست مجرد ان احنا هنستضيف نجوم ولا بتاع ونتكلم في كلام عادي كده، لا، احنا عاملين بودكاست انا وعمرو مؤسسينه ان احنا اولا يعني ناس يمكن شافت الحلقه الاولانيه، لكن الحلقه الاولانيه احنا لسه بنعرف نفسينا احنا هنعمل ايه، المواضيع اللي هنتكلم فيها. هنتكلم عن سلوكيات، وهنتكلم عن حاجات مهمه جدا في حياتنا بنعملها. بس بدايه من الحلقه بقى الثانيه احنا مش بس بنتكلم في كده ونقعد نهرج على السلوكيات دي اللي عندنا، لا، احنا هنستضيف شاب، حد صغير من السن الصغير، من سن ولادنا، نقول له ايه رايك في اللي احنا بنقوله. صحيح. فاهمه؟ فيبقى هنا في استفاده ما من هذا البودكاست، مش مجرد ان انا اطلع من بودكاست وخلاص. صحيح. فاهمه؟ فيمكن ويمكن ده يخلي التواجد بتاعنا على السوشيال ميديا، لانه هي السوشيال ميديا اللي بتتحكم دلوقتي في كل حاجه. ده حقيقي برضه حقيقي. فاتمنى يعني ربنا يكتب لك كل الخير، ربنا ان شاء يخليك يا الله، رب، ربنا يخليك. والبودكاست بتاعك يكسر الدنيا، اتمنى. ونشوفك في اعمال كتير بقى من ان الحاجات شاء الله. الغريبه قوي برضو، انت متخيله انت واخده يعني ماشي حاجه كده يعني اه بين قوسين يعني، انت واخده بالك احنا ازاي طريقه كلامنا غريبه جدا؟ ان احنا كل ما نقول حاجه حلوه نقولها بطريقه كلام قاسي او وحش. يعني مثلا لما بلاقي هشوف حد عامل شغل حلو، اقول له انت فظيع، ده انت ابن مش عارف ايه، ده مش انا عايز حاجه بتاعتك، ده هتكسر الدنيا. ليه اكسر الدنيا؟ ما نخلي الدنيا زي ما هي. ليه نكسر ايوه، الدنيا لا يعني؟ انا عايزه اكسر ما الدنيا. نخليها. انا عايزه اكسر الدنيا وانت تكسر الدنيا انت يا مصريين عليكم حاجات انتوا يعني. مصريين. ايوه ايوه. لا هو بيبقى يعني بتيجي من منطلق انه ان شاء الله يعني ده اسمه، لا هو ده اسمه المدح السلبي، انه انا بمدحك بالسلب مش لا بالايجاب. امدحك ايجابي ان شاء الله تنجح جدا، مش عايزين اي سلبيات، ان شاء الله تنجح جدا ايوه وتتشهر جدا اكتر واكتر، وبعد كده لما اجي اكلمك عشان نعمل، انت بتقولي اصل مش فاضي دلوقتي. استحالة، انت بالذات يا لهوي، انت بالذات ابدا لا ان شاء ابدا. الله ان شاء الله كل اللي جاي خير، ان ربنا ربنا ما يخليك بيعملش يا غير رب، الخير، ربنا يخليك. والسعي اللي انت سعيته ده كله يعني ربنا ما بيضيعش ابدا سعي بني ادم. طبعا طبعا. فهتلاقي عوضه جاي واحده واحده، ان حتى لو شاء متاخر الله. شويه او بيجي لك في شكل تاني، هو ربنا ما كريم. هو بصي رزق، ورزق متقسم، واخد بالظبط. بالك يعني الحمد لله في صحة، في الولاد كويسين، دي اهم حاجة، فاهمة؟ الحمد لله الحمد لله. انا الحمد اتشرفت بيك لله، ربنا جدا يخليك، بجد، الشرف نورتني ليا. وشرفتني. الله يخليك، اشكرك. نشوفكم في حلقه جديده من الخبير وسماح.